بلاء، ناس كتير تعبانة، ناس كتير ظروفها صعبة، مع إن الحل في كتاب ربنا، مع إن الحل في التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، عملوا إيه؟ آمنوا بالله وإيه؟ حققوا التقوى. إيه اللي هيحصل يا رب؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا نهار أبيض، إيه اللي في السماء؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما هي الأرزاق بتتوزع منين؟ السماء. إحنا لو حققنا الإيمان والتقوى ربنا هيفتح علينا بركات من السماء، رزق وفير، أمطار، خيرات للثمار والزروع. والأرض تلاقي الزرع وفي بركة ومحاصيل، والأسعار حلوة وجميلة، مش الغلاء اللي احنا عايشينه. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بما كانوا يصنعون. يبقى اللي احنا فيه ده سببه ايه؟ ذنوبنا، معاصينا. كل واحد يسأل نفسه انت بتضيع يومك ازاي؟ الشاشات والشات اللي خربت بها البيوت، الست اللي طول النهار قاعده عماله تتفرج على المسلسلات والبرامج، المسلسلات الهنديه والبوذيه واللاتينيه والغير اسلاميه، قاعدين ياخدوا عقيدتهم من عباد البقر. ناس بتعبد وتسجد للبقر من دون الله. بقت البيوت المسلمه قاعده تتفرج وتشاهد أفلام هندية، وترجع تقول لي أصل الحياة والدنيا. حالك إيه مع أولادك؟ بتحفظ أولادك القرآن وكل يوم كده بتسمعوا كده؟ يا عم الشاشة اللي قدام منك دي احنا مش محرمينها والله، محدش حرم حاجة. كل آلة، كل وسيلة حديثة، كل تقنية حديثة انت بإيدك تستخدمها في الحلال وبإيدك تستخدمها في الحرام. الشاشة اللي قدام منك دي ما انت ممكن تسمع فيها برنامج ديني، تشغل فيها قرآن، تسمع برنامج للصحة تستفيد كده وتفيد نفسك وأهل بيتك بأي معلومة صحية. فيها حاجات كتير حلوة، اشمعنى مشغلها على العري، على الكليبات والأغاني؟ يبقى الموضوع مش موضوع احنا بنحرم والحل، لا، انت بايدك تستخدم الحاجه ازاي. تليفونك اللي في ايدك ده مليان ايه؟ قران، احاديث، تفسير للقران، احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مالي تليفونك ايه؟ مالي قران كده ومقاطع دينيه اسلاميه؟ حلنا ايه؟ طب ابنك هو ده انت مش مسؤول عنه وهتسال عنه امام الله؟ تليفون ابنك مليان ايه؟ حل بقى صعب. الشباب دلوقتي يفتح كده تليفونه انت متابعه، تليفون ابنك مليان ايه؟ مليان ايه؟ اغلب الشباب الا وكل تليفوناتهم مليانه مقاطع ساخطه وساقطه عري، وكلها مناظر ومشاهد او مقاطع للضحك. واحنا اتخلقنا عشان كده؟ ونرجع نقول الدنيا والدين حياة، والظروف والغلاء والوباء